يفقد ريال مدريد أردا جولر وإيدير ميليتاو ثنائي الفريق حتى نهاية الموسم الجاري لنفس السبب، إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخاذية، التركي في الساق اليمنى والبرازيلي في اليسرى. وذكرت صحيفة أوس اليوم الخميس أن جولر أصيب في الحصة التدريبية الأخيرة للفريق قبل مواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني غدا الجمعة، إذ شعر بآلام عضلية أجبرته على الاكتفاء بالتدرب داخل صالة الألعاب الرياضية دون المشاركة في المران الجماعي. وبعد خضوعه لفحوصات دقيقة، أصدر ريال مدريد بيانا طبيا أكد فيه إصابته بتمزق عضلي في العضلة ذات الرأسين الفخذية للساق اليمنى. وأشارت آس إلى أن مدة غيابه تتراوح بين 3 و4 أسابيع، علما بأنها الإصابة الأولى للاعب التركي هذا الموسم. على غرار جولر، خضع ميليتاو لفحص بالرنين المغناطيسي، والذي كشف بدوره عن إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية للساق اليسرى، وبذلك ينضم هو الآخر إلى قائمة الغائبين حتى نهاية الموسم مع ريال مدريد. وفي حالته كانت الإصابة واضحة منذ البداية، إذ شعر بآلام مفاجئة خلال إحدى اللقطات قبل نهاية الشوط الأول في مباراة ديبورتيفو ألافيز أول أمس الثلاثاء ليطلب التبديل على الفور. ورغم أن المؤشرات الأولية بحسب أربيلوا كانت إيجابية، فإن التشخيص النهائي جاء مغايرا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد الأخبار.